السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخواني صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم عليه. الله يسعد أوقاتكم كل خير مع شكر إلى ذكر يا أحبابي ويا متابعيني الأعزاء، بارك الله في الجميع. أحبتي في الله، اليوم جايب لكم علاج عن مرض اسمه مرض الناسور. فيا أخواني هذه الوصفة مجربة وفعالة وناجحة بإذن الله، وتشافى كثير من الناس منها يا أحبتي. نعم، بدون عمليات جراحية وغير ذلك، ومفيدة أيضا لمرض اسمه مرض البواسير. تجيب ملعقة من الكمون الغير مطحون وتحطه في صحن صغير، ملعقة الشاي الكبيرة ذي. نعم، تاخذ كمون وتحطه بنفس هذا الصحن، وتضيف عليه ربع كوب ماء ساخن، وتغطيه لمدة 10 دقائق. وتجيب البصل الأحمر، ما يكون الأبيض، البصلة تكون وسط، وتبشرها بالبشارة، وتجيب الشخالة وتعصرها كذا، ويطلع الماء بإذن الله يا أخواني فعالة وناجحة. يا أخواني تجيب عود الأذاني وتحطه بنفس هذا الصحن، بصل كمون. وهذا مثلا الله يكرمكم الشرج، تمسحها مسح من يومين إن شاء الله، من مرتين يا أخواني 100% بإذن الله. مرتين 3 مرات يروح نهائي بدون عمليات جراحية يا أحبتي الكرام. اي نعم، فالقادم أحلى وأجمل بإذن الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شفى الله كل مريض ومريضة يتألمون فلا يعلم بحالهم إلا أنت يا الله. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين، عاجلا غير عاجل، آمين آمين يا رب العالمين. فالقادم أحلى وأجمل بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.